يا ساتر. 1000 يا حامد، مش مصدقة عيني. 1000 مشترك. دول عيلتي التانية، لازم أعمل لهم حاجة مخصوصة، طبق يشكرهم من قلبي. بس إيه الطبق ده؟ حاجة تكون بتعبر عن حبهم، عن كرمهم، مش أي وصفة وخلاص. ما تعملي ملوخية، كله بيحب الملوخية. ما تعملي ملوخية. لا يا حامد، الملوخية حلوة بس مش دي اللي في بالي. الوقت بيجري وأنا لسه محتارة إيه الطبق اللي هيوصل إحساسي بجد. يمكن ألاقي في الكنوز القديمة دي وصفة بقلب وروح زي ما متابعيني يستاهلوا. دي وصفة أمي الله يرحمها، ريحتها لسه في بالي، كانت بتعملها بكل حب. يا حامد شوف، المتابعين دول نعمة بجد، كل كلمة منهم بتديني طاقة. أعمل حاجة عصرية ومبهرة ولا حاجة من ريحة زمان تكون بقلبها؟ محتارة قوي، مش لاقية أي فكرة، حاسة إني تايهة. الوقت بيجري ومفيش أي حاجة بتيجي على بالي. إيه ده؟ لقيتها يا حامد. أيوه هي دي، الطبق اللي بيحكي حكاية كل بيت. أكيد هتكون تحفة يا أم الخير. طول عمرك بتعملي المستحيل بأقل حاجة، ومتأكد إنك هتبهريهم. يا نهار أبيض، الكمون خلص. يا لهوي، الكمون مش لاقياه. هو أنا نسيت أجيبه ولا إيه؟ متقلقيش يا أم الخير، أكيد هنلاقي له بديل. مطبخك ده فيه كل كنوز الدنيا. يا نهار أبيض، الكمون خلص. يا لهوي، الكمون مش لاقياه. هو أنا نسيت أجيبه ولا إيه؟ متقلقيش يا أم الخير، أكيد هنلاقي له بديل. مطبخك ده فيه كل كنوز الدنيا. محلب، جدتي كانت بتقولي بدي طعم الأكل اللي ناقص لك. إيه رأيك؟ محلب؟ بصراحة عمري ما فكرت فيه في الأكل ده. ودي بقى لمسة أم الخير. زعتر بلدي من أرض أبويا، ده اللي بيخلي الأكل له روح. الطبق ريحته تجنن وشكله يفتح النفس، بس في حاجة ناقصة، مش عارفة إيه هي بالظبط. ناقصة إيه بس يا أم خير؟ ده شكله تحفة. أيوة بس أنا حاسة إن في حاجة صغيرة ناقصة تخليه مثالي، مش عارفة إيه بالظبط يا حامد. خدي وقتك يا أم الخير، أنا متأكد إنك هتلاقيها. الطبق ده تحفة حتى كده. دي مش قناتي لوحدي، مش قادرة كل دي. مش قناتي لوحدي، دي قناتنا كلها. يا حبيبي، ده الطبق اللي عملته عشان أشكر بيه حبايبي المشتركين. ذوق كده وقولي رأيك بصراحة. من غير ما ذوق، باين عليه تعبك وحبك اللي فيه يا أم الخير. إيه الجمال ده؟
تسلم ايدك يا ست الكل، مفيش بقى على طبق من القلب. هي اللي بتوصل وتخلي كل حاجة أحلى. قولولي رأيكم حبايبي، نعمل لايك واشتراك، القناة تكبر بيكم وليكم. بحبكم. أم الخير.